بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل في الغسالة توشيبا اللي قدام حضراتكم دي. الغسالة بتيجي في مرحلة الشطف والعصر وتقف وبتكتب لنا على الشاشة E2. E2 ده يا جماعة متعلق بسويتش الباب أو حساس الباب في الغسالة التوشيبا. والغسالة التوشيبا اللي قدام حضراتكم دي طبعا فيها 2 حساس، حساس أمامي وحساس خلفي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده هي واخدة برنامج عصر وبتدينا على الشاشة E2. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نحل العطل ده مع حضراتكم واحدة واحدة. ولكن في البداية لو حضراتكم أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا علشان نشوف المشكلة في السويتش الأمامي أو السويتش الخلفي هنروح طبعا للأقرب اللي هو والأسهل اللي هو السويتش الخلفي. زي ما حضراتكم شايفين ده كده بيبقى مكانه، وانا واقف قدام الغسالة بيكون على الناحية اليمين، وانا واقف ورا الغسالة بيكون على الناحية الشمال. طبعا بيكون طرفين زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا مش هنقطع اي سلوك ولا هنعمل اي حاجة، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنوصل السوكتين او السلكين ببعض زي ما حضراتكم شفتوا كده، ونبتدي نجرب الغسالة. لو الغسالة اشتغلت معانا والعطل راح هيبقى المشكلة في السويتش الخلفي. لو وصلنا الطرفين ببعض زي ما حضراتكم شفتوا كده وادت لنا نفس العطل E2 برضو، هنبتدي ان احنا نفك الكارتة من قدام ونشوف السويتش الامامي. طبعا بيكون احيانا في فار واكل الاطراف او بيكون في تلف في السويتش، فبنبتدي ان احنا نحل المشكلة دي بتغيير السويتش او نبتدي نعمل قفل عليه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة ابتدت ان هي تشتغل معانا والحلة تلف معانا في مرحلة العصر. اذا كده كانت المشكلة في السويتش الخلفي. طبعا نقدر نستبدله او نقدر نعمل عليه قفلة. طبعا يعني هو من الافضل ان احنا نستبدله، لان ده طبعا علشان لو المساعدين فيها تلف او المساعدين خفت معانا بتبتدي الغسالة تخبط معانا، فبيبتدي تحرك الدراع الأمان، فبتبتدي الغسالة إن هي تفصل معانا في مرحلة العصر، لأن في مرحلة العصر الحلة كاملة هي اللي بتلف. طبعا لو مش متاح لينا ان احنا نغيره بنعمل عليه قفلة، بس بنخلي بالنا من المساعدين لو المساعدين فيها تلف نحاول نغيرها في اقرب وقت علشان الحلة بتاعتنا ما تتكسرش ولسلامة الغسالة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة سريع كده مع حضراتكم، ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة جديدة، وما تنسوناش من صالح دعواتكم والتفاعل مع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.